السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم روزيه ديال اللحم. بسم الله. غادي نحتاجو في المكونات: معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره نتاع الابزار، ومعلقه كبيره ديال المروزيه تاع العطريه المروزيه اللحم، شويه نتاع الملحه، 5 ضريصات ديال الثومه اللي كنحكوهم في حكاكه رقيقه ولا ندكوهم في الميريز. عندي هنايا 5 الحبات ديال القرنفل، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وجوج عويدات نتاع القرفه. عندي هنا كاس درت فيه شويه ديال الزعفران الحر، درتو في الماء. الا ما كانش عندكم الزعفران الحر ديروا غير الضامن تاع الزعفران. غادي نخلط هاد التوابل مزيان، وغادي نبدا كنجيب في اللحم. بالنسبه للحم ديروا اي بلاصه، اي بلاصه في اللحم بغيتو. ديروا الملج ولا ديروا الرقبه. انا هنا درت الكتف ودرت واحد الرقبه، داكشي اللي كاين عندي اللي درت. صافي غادي نبداو كندوزو اللحم من هذوك التوابل. تندوز اللحم كامله من التوابل وغادي نخليها ترقد 5 سوايع. من الاحسن تخليوها تبات ليله كامله، من الاحسن تجلس حتى يومين. ديروها في الثلاجه وتخليوها باش داك اللحم كيشرب لنا ديك العطريه مزيان، وكتجينا اللحم طايبه وفتيه. انا غادي نخليها حتى تجرب واحد 5 ديال السوايع. صافي وغادي نجيب الكوكوط، غادي نستف فيها داك اللحم، وغادي ندير شويه نتاع الماء في هذاك الاناء اللي فيه التوابل، وغادي نكبو وندير 2 تمرات باش هذاك اللحم كيطيب لينا. غادي ندير واحد 2 تمرات، وغادي نرد هاد اللحم فوق البوطه على نار متوسطه حتى تيبدا تيشرب لينا مزيان هذوك التوابل. عاد غادي نزيد 3 نتاع المعالق كبار ديال السمن، واحد شويه نتاع الزيت الروميه. بالنسبه للزمان هاد المروزيه ما كانوش كيديروا فيها الزيت، كانوا كيطيبوها بالشحمه، وهي من الاحسن طيبوها بالسمن. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا درت في واحد الكاميله ولكن جاتني صغيره. غادي نرد اللحم للكوكوط. صافي وغادي نبلل ونسد الكوكوط. ملي تقرب اللحم طيب، هاد اللحم تاع المروزيه راه ما كيخصهاش تفرت لينا، كيخصها تبقى متماسكه. ملي تقرب طيب غادي نزيد عليها الزبيب. بالنسبه للزبيب غديروا واحد زلافه متوسطه، ماشي ما تكثروش الزبيب بزاف، حيت باقي راه غادي نعسلو بالعسل. صافي غادي ندير الزبيب، وغادي ديك الساعه غادي نحيدها من الكوكوط. غادي حتى نحسو بداك الزبيب قرب يطيب. صافي وغادي نزيد واحد المعلقه نتاع القرفه، معلقه تكون مسوحه كبيره ديال القرفه، وزدت 3 المعالق ديال العسل الحر. بالنسبه لكم الا ما توفرش عندكم العسل الحر، يمكن لكم ديروا العسل العادي ولا داك يكون العسل من نوعيه جيده، او لا ديروا السكر. بالنسبه للسكر يكون السكر ديال القالب. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نخلي هذيك المريقه تبدا كتشرب وكتعقد لينا، تجي خاطره، وكتجي ديك اللحم كتجي محمره. كنتمنى ما كنتش طولت عليكم في الهضره، وكنتمنى الفيديو يعجبكم،